بيكم وليكم وعلى الإذاعة القريبة منكم. رجعنا مواصلين معكم اوفياء الكرام. هذا اللقاء المباشر برنامجكم فتح لي قلبك الى حدود 4:30. بطبيعه الحال كيف ما سبق وذكرت، اليوم غادي نتكلموا على تجربه الاقتراب من الموت. بزاف ديال الناس غيبداو يقولوا شنو كتقولوا، ولكن غادي نقربكم اكثر من التجربه من خلال الناس اللي عاشوها. كنرحب بسيده ماريا بشرا، مدربه معتمده في العلاقات الزوجيه، لكن اليوم هي حاضره معنا كتجربه. سيده اللي مرات من تجربه الاقتراب من الموت ومن المنظمات ديال اول ندوه في العالم العربي حول موضوع الاقتراب من الموت. مرحبا بك لاله ماريا. مرحبا، بارك الله فيك سكينه. تنشكرك بعدا، كنشكرك بزاف على حضورك معنا بطبيعه الحال. كنحضر تنشكر بعدا غاديو اللي حضروا معنا في اول كولوك في المغرب وفي العالم العربي، واللي دوينا فيه كيف قلتي يا سكينه على ظاهره الاقتراب من الموت، اللي حقق نجاح كبير باعتراف من الناس اللي كانوا عددهم كثير جدا. هو الفضول يخلي الانسان انه يبغي يعرف اشنو واقع بالضبط، وهذا الشيء تبين ان المغاربه مهتمين بهذا الموضوع. دونك المغاربه ماشي غادي يفون با سوربري سكينه، ولكن بصح هذا الموضوع شويه صعيب. اللي ما عاشوش صعيب، ولكن اللي عاشوا راه عاشوا، واللي ما عاشوش راه غادي يجي غريب. نعم، هو كيجي غريب بزاف. ويعني حتى الانسان في اول مره كيسمع هذا الموضوع هذا، ربما بزاف الناس غيكون تعطوش انهم يعرفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع، وبانه راه ماشي تخراف ولا الانسان حلم ولا، ولكن الانسان واعي، كل الوعي بالتجربه اللي عاشها. هاد الامور اللي غنعرفوها بطبيعه الحال برفقه ماريا. كتحضر معنا ايضا سليمه ايت خرماش اللي هي اسيستون دو ديريكسيون، واللي كتشارك ماريا التجربه. مرحبا بك سليمه. شكرا سكينه. شكرا لحضورك معنا وتواصلك معنا. بكثرت ما اقتربتي اكثر من تجربه، اقتنعتي ببعض الامور اللي غادي تمريها لنا من خلال نقاشنا اليوم ان شاء الله. مرحبا بكل فرح. اكيد نغيروا الاتصال بعد قليل بالدكتور محمد كريم جواد، طبيب عام وواحد من منظمي ندوات حول موضوع تجربه الاقتراب من الموت، اللي غيتكلم لنا على الجانب الطبي في المساله، الى انها ظاهره نادره الحدوث وما زال محط البحث العلمي. لكن سبحان الله مهما تعلمنا فالعلم يبقى لله سبحانه وتعالى، بحيث انه حسب تفسير للموضوع قبل ما نتجه عند سيده ماريا بالشكل بتجربتها، كتخلص انا وناس تعرضوا لحوادث اللي كان ممكن انها تأذي الحياه ديالهم، لكن مروا باحداث واماكن مختلفه. منهم من وصفها باماكن زوينه وجميله، ومنهم من وصفها بالشر والعذاب. من اكثر التشابهات اللي طروات في هذه الحوادث مثلا مرور شخص بنفق اما ابيض ولا مظلم، بحيث انه كيصل واحد النور ابيض في الختام. ايضا الحدود الان ما كيوجدش شي تفسير علمي للظاهره، لكن بعض العلماء حاولوا يفسروها بلي العقل الباطني هو اللي كيفتعل هذه الاحداث وكيمشي بالانسان لهذه الاماكن باش يسهل عمليه الموت. هذا تفسير الى حدود الان مازال البحث ساري في هذا الجانب، لكن سبحانك يا رب ربما الصور كلها حاضره لنا في القران الكريم، ويعني وكل اي حاجه تلفنا عليها واي حاجه ما كانش باينه لنا نكون على يقين بان كاينه ايات قرانيه اللي كتوضح لنا هذه الامور. ما يزيد من الامر غرابه هو انه الناس كيتلاقاو باحبائهم من الموتى، بحيث انهم كيوجهوهم في هذا الطريق، سواء تيقولوا لهم بلي الموعد ماشي ديالهم خصهم يرجعوا للدنيا لان مازال عندهم فيها ما يديروا كيف ما كنقولوا، او لا كيكون صوت معين اللي كيعطيهم رسائل باش كيرجعوا للحياه. غير وما يزيد من غرابه الامر هو ان الشخص من بعد التجربه كتساوى عنده الدنيا بالموت، حيث انه كيولي نوعا ما مهيئ للموت. انا ما غاديش ندخل تفاصيل اكثر لانني ما جربتش، ولكن غنتجه عند ماريا. يعني واش انت اليوم ماريا كتحسي براسك بلي رجعتي من الموت؟ سكينه، هذه 20 عام عشت هذه الحالات ديال الاقتراب من الموت. واش غادي نقول لك، الموت اليوم دابا عندي عايشه معايا وفيا ديما. درت سميتو باش نهضر، باش نجي اليوم الراديو، هضرت في الراديوات اخرين، وباش سميتو نهضر عليها ماشي سهله، انا نقولها ماشي سهله. علاش؟ وهضرت عليها 20 عام بعد، حيت دابا عاد لقيت راسي خصني نهضر عليها. كان عليا صعب، حيت الا هضرت على هذه التجربه هذه 20 عام كنت نقول يقول لي راني مسطيه وهادشي تتعود غير خرافات، وانا راه عشتها وعندي الدليل اللي عشتها، حيت الطبيب ديالي
اكد لي راه عشتي هاد التجربه. دونك شنو هو الجانب العلمي اللي اكدها؟ واش طونسيون طاحت فعلا مشات تجرد الجسم من الروح ولا؟ درت انا غادي نعاود لك بدا عشت هذه الحاله الاقتراب ديال الموت نهار زياده ديال الولد ديالي الاول لاكوشمون ديالي. درت واحد لا سيزاريان دونك سيزاريان داروا لي معلوم بنجوني كامله. وفاش داروا لي البنج تنحس براسي، حسيت براسي راني خرجت من الجسد ديالي وليت تنتفرج في راسي في هذاك الجسد وفي الطاقم الطبي اللي كان كيدير العمليه ماشي تيدير العمليه هذيك الوقيته جالسين تيعذقوني، راني الطبيب تيغوت وتيقول راه اون لابير كان طبيب نصراني يقول لهم اون لابير دونك جالسين انا راه في الانعاش جالسين بغاو يعذقوني حيت كنت غادي نموت وانا تنشوف كل شيء بواحد اش غنقول قلت كي تشوفي التلفزيون بحال تشوفي شي فيلم في التلفزيون. دونك تنشوف هذاك الطبيب تيغوت وسب هذيك القابله سبها. وعلاش تنقولها باش غادي نعاود لكم الطبيب غادي ياكد ليا اش وقع. وهذاك الطبيب كان الصهد بزاف في داك الشهر اوت، حيد هذاك الفوق ديالو اللي كان وبان كان عنده واحد السنيسله. وانا هادشي شفتو زعما ماشي ما شفتوش حيد، ما شفتو ما فتح خدامين ليه هو لو طوكس ديالو عريان الفوق. واحد الوقيته تلقى راسي غاديه في واحد لو تونيل، واحد الافاق اللي كيهضرتي عليه لو تونيل. وفي هذاك التونيل كاينه واحد النور اش غادي نقول ما يمكن ليا كاع سكينه نقدر نهضر. هذيك النور اش غادي نقول لك عظيمه، تلقي واحد الراحه فيها بحال لا تتشدك في يديها، بحال لا هذيك النور شداتني وخداتني في يديها. وديك اليد ماشي يدين زعما لا اله الا ما نقدرش نوصفها، راسي تخي شي حاجه اللي فوق الوصف الانساني ما تقدريش. ولا هذيك النور بحال تتلقى تحسي بالرحمه والحب والعطف والحنان واش غادي نقول واحد الاطمئنان واحد بحال ما بغيتيش زعما هذيك ما عمر ما حبني شي حد بحال داك الحب اللي حسيت به في هذاك النور وفي هذيك لا لوميير. هذيك لا لوميير واحد الوقيته تحل واحد الباب تتبان لي واحد الجرده زينه، وهذيك الجرده لا اله الا الله محمد رسول الله. هذاك النبات اللي فيه هذيك الجرده بحال تتسبح تتهضر بحال عندها واحد الروح فيها الروح، تتحسي بحال عايشه ماشي بحال حنا دابا في الارض تتشوفي النواره. ديك النواره تتبان لك عاديه، هذيك بحال تتعيش وتتحرك الماء وهذاك الماء بحال شي ديامون بحال شي بغيتي واحد دابا تنذكر انا دابا حيت في الارض ولكن راه الكلام واخا تعطيني يا با دو مو بور ديكرير، يعني كاين اعجاز ما تقدريش توصفي داكشي اللي شفتي. لا ما يمكنش. وهذيك الماء بحال شي ديامون تيهبط وتيقول سبحان الله، هو تيسبح الله سبحان الله. داك الماء واحد الوقيته ملي شفتها كان بغيت نمشي وقفوني. الو بغيت نقول بغيت نمشي، شكون اللي مشى؟ حيت انا خليت هذاك الجسد خدامين فيه الاطباء. اش اللي مشى من بعد؟ هذيك ما تكون غير الروح اللي خرجت من داك الجسد، وهذيك الروح هي اللي تتشوف، هي اللي تتسمع، هي اللي تتمشي، هي اللي فهمتي. دونك هذاك الجسد ما بقى فيه، ما جالس ميت هذاك الجسد ولا جالس تنعش داك الجسد بحال شي كوستيوم غير شي لبسه في الارض، غير شي لبسه بحال لا تنلبسوا هذاك محتاجين ليه غير في الارض. وهذيك هذاك الروح اللي مشات اللي طلعات وشافت اللي شافت ما غاديش نقدر ندخل في التفاصيل حيت ما يمكنش ليا شي مسائل كيف ما يمكنش نعاودهم. لا ليسونسيال قالت لي هذاك النور وهذيك لا لوميير قالت لي ماريا الوقت ديالك مازال ما جات، مازال ما وصلت، غادي ترجعي. وانا تنبكي تنطلب ونرغب ونشد فيها بحال راه تتحسي ما بغيتش نرجع والو، تنطلبها ونرغبها زعما تنقول مع هذاك الحب اللي حسيت به ما غاديش ترجعني. نعم. فهاد النقطه بالضبط حنا كنتكلموا على كيف ما كتقولي كنحس وكنلمس وكنشد بيديا وكنطلب فيها باش نمشي. يعني هنا كاين واحد الوعي، ما غنقولوش هذا. انا بزاف الناس كيقولوا بدي حلمتي واش غنقول ماشي حلم. انا نقول لك كاينه اللي بغى يقول شي حاجه يقول عنده الحق. كل واحد فينا عنده الحق يعبر بلي بغى ويقول الشعر. دابا في هذا التيموانياج ديالي انا ما غاديش نلومهم دوتو، علاش؟ حيت بصح انا الا شي حد
عاش هاد الحاله غادي نتصنت له، جو با لو جوجي، غادي نتصنت ليه وغادي نمشي نقلب بصح راه سي ديفيسيل. ولكن انا تنأكد لك هذه 20 عام عشت هاد الحاله وعاقله عليها بحال البارح. غادي نقول لك سكينه اش تغديتي اش كلتي هذه السيمانه اللي فات، غادي تنساي. غادي نقول لك اش حلمتي هذه 5 سنين سكينه، غادي تنساي الحلم. هذه 20 عام هذه حلمته ماشي بوحدي. 30 مليون، اكثر من 30 مليون الاشخاص في العالم، في اوروبا، في امريكا، عاشوا هذه الحالات ديال الاقتراب من الموت. كاين اللي عاشها زوينه وكاين اللي عاشها خايبه، كاين اللي شاف النور وكاين اللي شاف الجحيم، اللي شاف النار. دونك ما تنساوش كل حاجه. لا بروف انا غادي نكتب واحد الكتاب ان شاء الله اللي غيخرج ان 2014 اللي غادي نخرج فيه كل شيء اللي عشته. وكتاب صافي دير سي 200 باج اللي دونك راه كيفاش غادي نساو وداكشي زعما داكشي فغي اللي عشته. لا غادي نهضر بلي عشته، يعني الاشياء اللي حسيتيها مريم، بلي حسيت واللي عشته غيالمون. مي كتقول خرجتي من الجسد ديالك. نبقاو في هذا الاحساس بالضبط. الانسان خرج من الجسد ديالو. انت مع راسك كيفاش كنتي كتشوفي هذه المساله وانت خارجه من الجسد ديالك؟ كتشوفي الطباء كيقولوا راه هاد السيده راه ضاعت لينا، خصنا نعتقوها. شفتي دوك التفاصيل ديال الطبيب، كتشوفي الحاله ديالك راه شي حاجه يعني انكرويابل ما كيستوعبهاش العقل. كيفاش الانسان يخرج ويشوف نفسه واحد اللحظه ينتقل لواحد العالم اخر. ولكن شفت نفسي وشفت ولكن ما بغيت غير نهضر معاهم ونقول لهم راني جو سوي بيان، غير ما راني مزيان. تنشوفهم تيغوتوا وانا فرحانه واحد الاشياء نقول لك واحد الاطمئنان بخير. مازال ما مشيت لهذيك النور. راه هادشي راه كنت مازال في لا شومبر قبل ما نمشي لهذيك وبخير. وما قادراش نقول لهم، ما تيسمعونيش، ما نقدر نغوت، ما نقدر نقول حتى حاجه. خليتهم هي فاش غادي نمشي لهذاك العالم الاخر، هذاك النفق والنور. هذيك الوقيته امتى غادي نستوعب؟ تا نرجع للحياه. عاد غادي نستوعب وغادي نستوعب. كل عام غادي تبان لي حاجه، كل عام تيدوز وما شاء الله ربي تيعطيني تجربات كل عام. وقعوا لي شي مسائل غادي نهضروا عليهم ابري. الواحد راه تيتغير ملي تيجي من هذيك التجربه. دابا علاش تتغيري؟ حيت الشيء اللي شاف الموت كتساوى عنده الحياه مريم، تتساوى عنده الحياه اكزاكتومون. سكينه تتولد الموت تتكون عايشه معك. تنقول هذا ديما الموت عندي ديما واحد الباليزه عندي ديما معايا، باليزه فيرتويال ماشي باليزه ديما معايا. تنقول اليوم غيجي يدق عليا ملك الموت ويقول لي ماريا الي. كتحسي براسك مهيئه مريم؟ مهيئه. تنقول ما كاينش شي انسان في العالم يقول لك راني مهيئ. لكن مريم انت كتكلمي وانت فرحانه بهذه التجربه وانت متفائله بها. يعني اليوم كتقول كانك كيف ما غاديش نعطيها التعبير، ولكن نعطيها تعبير اخر، وانه من خلال لو سي دي اللي تعطى في لو دوسي دو بريس واللي خصت له نص نهار كامل، لانه فعلا بقيت كنعاود فيه لان التجربه فعلا تجربه خاصه جدا. تم استصدار واحد الكتاب اللي يسمى بلا مور اي جينيال. واش كتشوفي بلي لا مور اي جينيال؟ الو غادي نقول لك هذه القضيه درت عطيتني واحد لا كيستيون شويه صعيبه. عرفتي علاش؟ لا ماشي لا مور اي جينيال، لا. لانه اللي استصدر الكتاب تم اتهامه بانه غيشجع الناس على الانتحار، غيشجع الناس على البحث على هذا العالم. الناس اللي تنتحروا اللي انتحروا وحنا عندنا حالات ديال الناس اللي تيموانياج ديال الناس اللي انتحروا ورجعوا، اللي كانوا بانتحار عمرهم ما بقاو عودوا، ما بقاوش ميدار بينتحروا ورجعوا. داروا هذيك غير طونطاتيف دو سويسيد، ديك المحاوله ورجعوا. كان حيت حلفوا ما يبقاوش ينتحروا. علاش؟ داكشي اللي عاشوا راه ما قدروش يعودوا. راه كاينين عندنا في لاكاسير تيعودوا، كاينين تيعودوا تجربه قاسيه. جهنم تيحس بالعافيه في بلاصه الضوء. هذاك الضوء الحب وداكشي تحس بالعافيه تتحرقك تيخافوا ملي تيرجعوا كعمرني. هما ولاو دابا في فرنسا وفي امريكان هاد الناس اللي كيون فيكو هاد ليكسبيريونس نيجاتيف ديال هاد ليكسبيريونس نيجاتيف ملي رجعوا ولاو هما تيقولوا لنا تيحضروا الناس تيقولوا ما عندكم تنتحروا. وهذاك الموت ماشي الموت زينه، الموت الواحد خصو يتهيئ ليها. وكيفاش يتهيئ ليها؟ يقول عنده الاختيار. بغيت وداكشي في عالم الغيب. شفتي وفي عالم الغيب ما نقدروش حنا نقولوا هذا غادي يمشي لجهنم وهذا للجنه، حتى واحد داكشي الساروت ديال الله سبحانه وتعالى. اكيد. ولكن الواحد يتهيأ يدير الخير،
يدير الخير. وانا ملي تنقول لك سولتيني الشمس تنتهي الموت، لابد خصني نتهيئ. انا حيت قالوا لي وجدي تا مور، بريبار تا مور ماريا. هي هي دي 20 عام انا ما كنتش مهيئه ليها. دونك قالوا لي سيري. ما خفتيش يا مريم؟ لا ما خفتش لحد الان، ما خايفاش من هاد المسؤوليه اللي على العاتق ديالك؟ واش نموت ما كتخوفكش؟ دو تو ما بقيتش نخاف منها. وهذا هو اللي توقع للناس اللي عاشوا الموت، تيبقاوش يخافوا منها. علاش؟ حيت عرفتي نقول لك، بحال عمنا في شي اوسي، بحال شي واحد تيعوم في شي بحر وهذيك البحر قالوا لي هذيك لي فيتامين غادي تشدو، غادي الجسم ديالك غادي تقوى. هذيك النور بحال قوات انا تنحس بها ديما فيا، ديما عندي ديك لا فورس والحب وحياتي كلها حب. ما هذيك ديما انا كلشي تنديرو شي خدمتي. راه شفتينا كيفاش نخدموا سكينه، وجيتي حضرتي لي زيفينمون ديالنا وداكشي كلشي حب. حتى العلاقه مع الناس اللي خدامين معايا علاقه، راه غادي تشوفي مع سكينه علاقه حب، علاقه ديال اش غنقول لك، ما كاينش حاجه اخرى بغيت نزيدها. توسكي ماديات ما تبقاوش تيهموك. الماده تتولي حاجه اخرى، الماده تتولي الماده تنستعملها لشي حاجه اللي غادي تنفع المجتمع، اللي غادي تنفعني، ماشي الماده باش نجمع ونبني وندير داكشي. حيت اش غادي تبني؟ انت بنيتي وجمعتي وداكشي غادي تمشي والواحد حسن يبني شي حاجه اللي غادي يديها معاه. مي غادي تمشي هناك ويقول لك راه هذا العمل اللي درتي زوين، وهذا العمل صراحه اللي غادي غادي تفرحي. شتي راه تيبينوا لك الفيلم ديالك، راه تيدوز الفيلم ديالك. نعم. فهاد النقطه بالضبط ماريا، انا كنعاود نستحضر الدوكيومونتير ديال سونيا بارك الله اللي بطبيعه الحال كانت حاضره في الكونفيرونس. هو انه في استشهادات ديال الناس اللي مروا من هذه التجربه هذه، بزاف منهم خداها بالجانب الايجابي، وربما كيف ما قالوا حتى الجانب السلبي هو قليل. حسب الاحصائيات اللي تسردات بان في اوروبا تم تعيين 20 مليون حاله، في امريكا 12 مليون حاله، في العالم العربي ولا حاله باستثناء المغرب ب4 ديال الحالات. زوج منهم اللي قادرين يقدروا يتكلموا بطبيعه الحال حاضره معنا اليوم، اولا 3 منهم حاضره معنا اليوم ماريا. غدا ان شاء الله غتكون معنا لطيفه، ولكن للاسف كان بودنا تكون معنا رجاء ولكن ما قادراش انها تتكلم على هذه التجربه. صعيب بزاف وانا عذرتها بطبيعه الحال، عذرتها لانه كيف ما صدر عليها باللي تجربه صعيب الانسان ينطق بها، خاصه وانا شفت شي اشياء اللي ما كيستوعبهاش العقل البشري. ما شاء الله. فانا كنرجع ليك ماريا، وكنرجع للكولوج اللي كان، وكنرجع ايضا للشهاده ديال رجاء، بحيث انها قالت هاد الامور اللي حنا كنرسموها في عقلنا راه ان بو بري دو سا. يعني اللباس الابيض، الملائكه بجنيوحات بيضين، هاد الصور اللي حنا كنرسموها ممكن يكون منها ما هو عاشوا هاد الناس تجربه الاقتراب من الموت. ملي كتكلموا على هاد الامور، الباس الابيض، نور ابيض، نوع ما من هاد الصوره اللي حنايا ربما ما نقدروش نتكلموا عليها، ولكن هاد الناس عاشوها. ملي كيقول لك شي حد شنو كتقول، واش كتخرف ولا ياك ما عاد نايض من البنش كيف ما قالت لك الام ديالك ماريا؟ شنو هو الاحساس ديالك في ديك اللحظه؟ واش كتخاف انك تتكلم في هذه المساله؟ حتى اليوم حنا كنتكلموا وانا عارفه باللي غنقولوا 70 ولا 80% من الناس اللي كيسمعوك وكاد الناس شنو كيقولوا، ولكن هي تجربه وصعيب اننا نقتنعوا بها، نقتنعوا بتفاصيلها. معلوم. اش نقول لك؟ حيت علاش؟ حيت سي ني با ماتيريال. حنا انسان بشر، بغينا ولا كرهنا غير بشر. الحاجه اللي ما شفناهاش بعينينا وما قسناهاش بيدينا وما ملسنا، زعما تجي في شي شكل نطيقوا بها. هادشي ما علاش تيقول لك الله سبحانه وتعالى الروح ديال الله، هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. راه ولو نعاودوا الناس اللي بغى يطيق راه يطيق، اللي ما بغاش يطيق راه ما غاديش نبزو عليه. ولكن يعني كل شيء عندنا عمليه. وي بيان سور ما نقدرش نبزز على الواحد يطيق. الام ديالك اليوم اقتنعت؟ وي اقتنعت من بعد. حيت انا علاش امي فاش غير جابوا لي وليدي في الديه، قلت لها ماما وجدي الموت ديالك. وتقول لي استغفر الله العظيم. اليوم تبارك الله تزاد عندك وليد غزال الصلاه على التربيه تهضرين على الموت، استغفر الله العظيم. قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي تقول لي اعوذ بالله من الشيطان، نقول لها ولي على الموت زين، الموت راه ماما وجديها. غير قالت لي هكا ما بقيتش. مي قلت انا الام ديالي ولكن
معلومه عاودتها ليها من بعد شويه جي دو مال انا بارلي ما قدرتش ما ولكن خليتها بحال شي هادي عطاها لي الله سبحانه وتعالى. واش كانت محتاجه ل 20 عام ما تقدري تدوي عليها مريم؟ وي كتاب هكا كتاب علاش حيت حسيت براسي خصني خصني نهضر عليها. علاش باسكو وصلنا في القران الكريم اللي قريته، حيت كل مره تقري القران تكتشفي شي حوايج لا اله الا الله اللي ما اكتشفتيهمش هذه 30 عام ودي كل نهار تكتشفي شي حاجه. وننطيح في واحد الايه على ديال النوم اللي ربيتي بغيتك تقرايها، حيت عندك واحد العربيه تبارك الله سكينه اكستراوردينير وبغيتك انت تقراي الايه ديال بكل فرح يا بسم الله. هذه اللي إذن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سورة الزمر الآية 42. وانا هذيك النور اللي كنت فيها سكينة قالت لي الوقت ديالك ما وصلاتش غادي ترجعي هنا. شتي هنا اثبات هنا لا مي قريتها قلت الله سبحانه وتعالى بصح دوك هاد الارواح تيمشيو. ولو سومي حنا تنقولوا النوم راه الواحد ملي تيبنجوه راه تينعسوه فهمتي. والواحد ملي تيكون في الكوما راه سي لو سومي بروفون راه تا هو نوم دوك هادشي كاين. ومي قريت انا هاد الايه هي اللي عطاتني واحد القوه باش ولات شي راه انا ودكتور كريم جوا اللي تنشكرو بزاف زعما الله يسهل عليه دار واحد زعما فاش كنا تنوجدوا حتى هو مشى تيبحث في القران وهاد الكولوك تنقول الحمد لله قرينا القران كثر وبحثنا فيه وطحنا ربي ما حشمناش طحنا في الايات اللي كتثبت هذه المساله اللي انا اللي حسيت بها وتنقول هذا راه ماشي حلم ماشي غيب. وباش نقول لك ماشي حلم فاش انا وقع لي هذاك الاقتراب من الموت مشيت شفت الطبيب ديالي من بعد فاش وقع لي هكا حيت واحد لاكوزين ديالي هي اللي جات قالت الوالده ديالي قالت لها شفتي شهر من بعد حتى اللي ما هضرتش قالت لها راه ماريا شفت الطبيب ديالها قال لها ماريا الغوفيان دو لوين هذا دابا راه ماريا جات من شي عالم من بعيد. يا ديك سمعتها قلت لها قولي لي دابا مشيت عنده نهار الاثنين قلت لها قولي لي اش وقع لي بغيت نعرف اش وقع. قال لي لا ما وقع لك والو. قلت له والو قول لي اش وقع. وقلت له بغيت نسولك دكتور واش قلت ليه متى تفتح العيالات اللي تتولد واش تفتح بالفوق ما تلبسش الفوق ما تلبس تبقى عريان الفوق. قلت لي وكنت داير سلسله مي قلتها ليه تفاجأ وقلت له سبيتي فلانه ها اللي قلتي ليها واللي قلتي وهكا في الغوات. وهذا الشيء ربما اللي حتى في التجربه ديال احدى السيدات اللي في الدوكيومونتير كتقول باللي شافت هي في حادثه وشافت هذوك لي زانفيرمي بعدا هذه المساله ماشي عندنا غير ماشي عندنا غير في المغرب باش نعرفوا هذا القطاع الصحه راه مشكل. وهي السيده ما كتشوفش وشافت هذوك الناس اللي رماوها في الارض وخذوا لها الذهب ديالها وداروا في الجيب ديال البلوزه ديالها ومن بعد ما فاقت قالتها لهم. اذا هذه الامور لا الا انا قلت سبحان الله ما اللي كيزيد يتلج الصدر هو انه من بعد هذه الامور هذه والبحث العلمي بكامل وهاد الناس كيقلبوا سنوات هذه اليوم كيتسار في المغرب وكنستشهدوا بالايات القرانيه الشيء اللي دفع ناس اللي كيعتنقوا ديانات اخرى انهم يقتنعوا بالدين الاسلامي. واحد الاطباء ديالنا جو اطباء واحد الطبيب منهم دا القران جميل جدا القرآن الامر هضرنا معاه وداو تاثر وصيفط لي واحد الميل ويقول لي راه القران خداه هو راجل بنتي وانا راه غادي نرجع للمغرب جميل جدا. وهذه الشيء نقول لك الشيء الكولوك ما نكرهش انا نديرو كل عام باش الناس يستوعبوا هذه الامور بطبيعه حنا معك ربما هذه الامور اللي كتغيب على وعي الناس حتى الا قلنا العقل الباطني عنده شي اشياء كيكتسبها ما يمكنش يتخيل المخيله تعطيه هذه الصوره اللي الناس ربما كيجيو يحكيو عليها. ماريا حكيتي لنا حتى حكيتي وما قادراش انك تحكي الاساس ديال التجربه او التفاصيل ديال التجربه اللي عشتيها. ربما دابا الناس اللي كيسمعونا واللي من بعد لحظات غناخذوا مكالماتهم حتى اننا نستمعوا لارائهم بطبيعه الحال غيبداو يقولوا كيفاش يمكن لشخص معين اللي يعيش هذه التجربه علاش مثلا في العالم العربي البدايه كانت من المغرب
وهذا شرف لينا اننا نكونوا اول بلاد كتدوي على هذا الموضوع. كاين هضره ولكن ما كاينش واحد الوقوف على حالات وعلى تجارب. لحد الان في المغرب كاين 4 الحالات اللي دواو، وربما كاين حالات كثيره وما قادرينش. نهار فاش درنا لو كولوك الناس كانوا اللي عاشوا هاد التجربه واللي ما كانوش مستوعبينها، فوالا ما كانوش مستوعبينها، ولكن جاو ميساقوا الخبر كاين الكل جاو. فاش سولناهم الناس هزوا يديهم، ولكن ما غاديش نقدر نقول لهم اجوا عاودوا لينا، غنعطيوهم الوقت باش يجيو من بعد، حيت غادي ان شاء الله نديروا واحد، ما غاديش حنا ما غاديش غنوقفوا هنا، فهمتي سكينه، وغادي نعطيهم الوقت باش يقدر حتى هما يقدروا يجيو يعاودوا لينا. صيفطت لي واحد السيده اللي اون مامون ديالنا ديال اللي معنا في الكلوب، صيفطت لي قالت لي راه مدام بشخا عشت هاد الحاله دي 5 شهور في الولاده ديالي، وقلت لها الا بغيتي تعاودي لي عاودي لي، حيت انا معاك مدربه كوتش من جانب نقدر تشتغلي عليه، وسورتو اللي عشت هذه الحاله طبيعه الحال التجربه نقدر نعم. وقلت لها خذي الوقت ديالك المناسب، النهار اللي تبغي وتعودي انا كاينه، انا موجوده. قالت لي ميرسي بوكو، فرحت لي نقدر دابا نلقى شي حد اللي غادي يقدر يسمع ليا. واش لهاد الدرجه صعيبه مريان؟ لهاد الدرجه صعيبه باش نتكلموا عليها؟ واش ما عندناش الجرأه الكافيه باش نقدروا نتكلموا عليها؟ خاصنا مده طويله او خاص اللي يحركنا باش نقدروا نقول لك الحاجه هذه. قلت لك عشت هذه 20 عام، والايمان ديالي كان عندي الايمان بالله الحمد لله، والايمان بكل شيء مسلمه كمسلمه، مي عشتها الايمان ديالي تقوى اكثر. وليت تنقول ماريا ما تعوديهاش باش تبقى عندك، باش تبقى بحال شي واحد باش دابور باش ما يقولوش عليك راك تعودي راه هادشي خرافات ولا مسطيه. انا بعدا كنحييك بعدا على جرأتك اليوم، انت جايه كتعاود قدام المغاربه كاملين. واش غنقول لك المغاربه والمسلمين، فهمتي. ثانيا الهدف ديالي وعارفينها الناس اللي خدامين معايا، تنقول لهم بغيت انا حاجه، بغيت انا ان شاء الله كيف هاد النصراني مشى ودا القران وغير رجع وباغي ان شاء الله باذن الله يسلم، بغيت غاس لهادشي باش يقولوا الدين عند الله الاسلام. كل شيء عندنا في القران، كل شيء عندنا في القران، كل شيء عندنا في السنه النبويه، كل شيء عندنا، كل شيء. دوك هذوك الناس اللي حنا ما قاريينش بزاف القران، علاش غادي نطلب ان شاء الله 2014 غادي ندير واحد الندوه ديال هذا الاقتراب من الموت مع العلماء في الدين. نعم غادي نخرجوا حنا، قالت ملي تحضر الماء ترفع التيمم، غادي نخرجوا حنا ويجيو الناس ديال العلم دين، وغادي نخدموا معهم هاد عامين باش نمشيو مسلحين، وبغينا باش هكاك القران ديالنا فيه كل شيء، الاسلام ديالنا فيه كل شيء. وسي كوا الاسلام؟ الاسلام هو ملي تنقولوا حنا غنقولها بالمغربيه هو التسليم، الواحد تيسلم راسو. انا فاش توصلي لهذيك الاقتراب من الموت راه ما تتبقاي، شفتي راه ما تبقى يهمك تحد، لا وليداتك لا والديك لا تحت، يوليو العمل ديالك وكل. انا نشوف انا غير الناس اللي تيقربوا يموتوا، اللي عندهم قياس الخير شي كانسير اون فان دو في، لي جون اون فان دو في قرب يموت، تيجي واحد تيقول لي واش شفتي ديك العماره اللي بنيتي؟ تيقول لي خليني الله يعطيك الستر، ما تيبقاش تيبغي يسمع لا على عماره لا على فلوس، تولي طالب غير السلاكه طالب السلاكه وباغي يمشي. دونك تنطلقوا مع الدنيا في هذيك الاقتراب من الموت. ما تهضرش على لو ايمي اللي عشت انا، غير الناس اللي تيكونوا مرض وقربوا الموت تيوليو خليونا في الدقه عافاك، تيبغيو غير يجلسوا، عاد تيوليو يبغوا يسمعوا القران، عاد تيبغي يقرا لهم على راسهم، عاد اللي تيبغي يجيبوا ليه الفقيه، عاد اللي فهمتي. انا تنقول لا، القران قراه ديما، والفقيه هذاك انت فقيه، راه كلنا فقهاء بطبيعه الحال كلنا بحجمنا. فوالا دونك حنا هذا هو الهدف ديالنا. بغينا ان شاء الله من هنا 2014 نمشيو لباريس لهذا ان شاء الله الندوه اللي غادي تكون ديال في العالم ديال هذا الاقتراب من الموت، والديانات كلها بغينا المسلمين يمشيو واقفين مسلحين بالاطباء ديالهم. وتنحيي دكتور كريم جوا ان جون ميدسان تبارك الله، اللي ان شاء الله ربي زعما غادي ربي يفتح عليه فاتحه الخير. ودكتور يعني محمد كريم الله يعطيه الصحه عنده اقتناع وايمان كبير بهذا الموضوع، الشيء اللي كيخليه يعني يظهر للناس هذا دكتور كريم. انا اللي عاودت ليه هاد الاكسبيريونس، عاودتها ليه، وماشي قال لي واش مسطيد مدام بيشخا، وكونترير مشى وسمع ليا بلا ما قال حتى حاجه، سمع ومشى بحث. علاش نقول كان الواحد في بلاصتي يجوج الواحد يمشي بحث، لانه اليوم ماشي غير امام الوالدين ولا امام المجتمع، امام حتى الطبيب اللي كتقول له ودي راه كاين واحد الاشكال مطروح، راني شفت شي حاجه، راني خرجت من الجسد ديالي،
هذا راه عنده هلوسه ولا تاثير ديال مخدر معين ولا سي نورمال سكين هذا زعما راه سي نورمال هذا زعما انا ما نحكمش عليهم واخا يقول لي قال ما نحكم سي نورمال ولكن اللي غادي نقولوها السكينه هي المغاربه هذا غير الناس اللي جاو دوك 300 الناس اللي جاو في الندوه وداك الشيء كانوا عظيمين. فرنسا تتعاود لي سونيا بارك الله وهذوك الاطباء اللي جاو قال لكم فرنسا هي تيقولوا هذا راه مسطي وهذا وتيتصنتوا هما الاطباء اللي ولاو دابا تيخدموا على هذا الشيء لقاو مشاكل وحنا كمسلمين والله لقينا واحد الجو لو بوبليك عظيم اللي تصنت واستوعبوا جاو تيقول لك هي هذا الشيء كاين وهذا الشيء راه تيثيقوا بك حنا تنديروا النيه المغاربه معلوم بيان سور كاين اللي غيضحك وغادي يقول ولا شيء ولكن غيمشي يجلس في دارو غادي غير واحد بتيت ريشيرش في الانترنت فوالا انا اش تنقول واحد يوجد الموت اللي يوجد الموت ديالو وكل نفس ذائقه الموت هذه ما غاديش نفلتوا منها الواحد يوجد ليها